التمرين بقى، وده اللي مجرد ما تعمله هتلاقي حاجات كتير قوي في حياتك اتغيرت، وده بسببه كذا مرة كنت عايز تفتح نقاش مع حد والنقاش اتقفل بسرعة جدا. ايه هو التمرين ده؟ هو تمرين الاسئلة المفتوحة. كام مرة كنت بتتكلم مع حد ولقيت ان الموضوع كله لا لا، افضلي عشان انا بسأل اسئلة اجابتها او لا، ما بسألش الأسئلة المفتوحة. حاول دايما تتدرب ان وانت بتتكلم مع حد تخلي الأسئلة كلها أسئلة مفتوحة، او على الاقل اغلب الحوار يكون اسئله مفتوحه. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم بدل ما اقول له فهمت هيقول لي او لا، فخلاص الحوار اتقفل. لكن لو انا قلت له ايه رايك في الفكره اللي انا عرضتها دي، هيبتدي يقول رايه، الحوار يتفتح، هيفتح مجال للكلام ومجال للنقاش. ده كله بيبني روابط قويه، بيبني علاقات تستمر فتره اطول، بيوصل اللي قدامك ان انت شخص سايب له مساحته في الحوار، شخص عايز يبني معاه حوار، عايز يبني معاه علاقه طويله المدى، سواء بقى علاقه شغل، علاقه صداقه، ايا كان. وطبعا اي شخص بيحب يبقى مسموع، فانا لما ادي فرصه للشخص اللي قدامي ان هو يتكلم ويعبر عن رايه بحريه، ده هيوصله ان هو مسموع وان انا منصت ليه، فده هيبني ثقه وروابط كبيره جدا هتفيدني في مجال شغلي وحياتي الشخصيه والعمليه وكل حاجه.